اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. النهارده جاي اوريكم اجواء الكريسماس، وهو اكبر عيد بتحتفل بيه الشعوب الغربيه سواء في اوروبا او في امريكا. مفيش اكبر من كده ولا اضخم من كده ولا اي ايفنت له تاثير على الاقتصاد العالمي زي الكريسماس. كل الشركات وكل البيزنس يمكن يكون اكبر مكسب بيكسبه في خلال العام كله هو في الكريسماس. كل العائلات الأمريكية بتتزور، حتى لو ابن أو حاجة عايش بعيد عن أهله بيجي بيركب طيارة ويجي، حتى لو عايش في أقصى الشرق وعيلته في أقصى الغرب بيحاول جاهدا إن هو يزور عيلته ويقضي معاهم الكريسماس إيف والكريسماس داي، ياخدوا اللانش مع بعض وبعدين يرجع تاني الولاية بتاعته ويكمل حياته. آه، زي ما انتم شايفين هتلاقي مظاهر الاحتفالات بالعيد هنا، يعني خصوصا في بنسلفانيا هتلاقيها اجتماعية أكتر. يعني طبعا قبل الكريسماس بتبقى في زي ما قلت لكم حمى في الشراء، جنون شراء عشان الهدايا. هم عندهم لازم كل فرد يقدم هدية لكل قرايبه، كل عيلته واحد واحد، وهم برضه لازم يجيبوا له هدايا. فكمية المشتريات اللي بيعملوها رهيبة، فبتبقى كل المحلات وكل المولات زحمة موت يعني. آه، تقريبا شهر قبل الكريسماس لغاية لما يجي العيد يبدأوا يفتحوا الهدايا ويقدموها لبعض ويجتمعوا على ترابيزة واحدة ويحتفلوا بالكريسماس. فهتلاقي الظاهرة خليكم معايا هوريكم. هتلاقوا زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا كل بيت قدامه عربيات أكتر من الطبيعي. هتلاقي يعني العربيات كل بيت، مثلا كل بيت قدامه عربيتين، ساعات أكتر شوية تلاتة على حسب أولاده. بس هتلاقي العدد العربيات اللي واقفة راكنة في الشارع دي هتبقى ضيوف أو هتبقى قرايب يعني جايين يتغدوا معاهم. مفيش أي يعني مظاهر للصخب في المدن الصغيرة خالص خالص. كل عيلة خصوصا في البرد يعني، في الكريسماس بتبقى الدنيا ساقعة، فما بتبقاش فيه يعني مظاهر للاحتفالات في الجنينة بره البيت زي الإيستر. آه، فهو كل بيبقى الكوكينج بيبقى جوه البيت والاحتفال بيبقى جوه البيت. بيقتصر الاحتفال بره على الإضاءة وتزيين البيوت، لكن مفيش أي أنشطة بره. زي ما انتم شايفين كده كل اللي راكن بره ده هيبقى ضيوف مش أصحاب البيت يعني. هدوء شديد يعني، مفيش عربيات، مفيش ترافيك، مفيش حد يعني خالص ماشي في الشارع. آه، يعني هتبقى الاحتفالات جوه البيوت. حاسس انها يعني كاني عايش لوحدي في المدينه. زي ما انتم شايفين اي شارع هدخله هيبقى نفس المنظر مش هيتغير. زي ما انتم شايفين مفيش صوت، مفيش ترافيك، مفيش عربيات رايحه جايه. كل دلوقتي التركيز على الاجتماع العائلي مش اكتر من كده. حاول ندخل الشارع ده نشوف الدنيا هتتغير ولا لا. مفيش تغيير، هو مفيش اي تغيير. هتلاقي الضيوف راكنين على الشارع بره، وهتلاقي اصحاب البيت راكنين في الباركينج بتاع البيت، برضو نفس القصة. مفيش صوت، مفيش ترافيك، شوارع خالية تماما. الاحتفالات الكبيرة يعني، أو الاحتفالات اللي هي ما قبل الكريسماس والتوريزم العالي قوي في أمريكا هيبقى قبل الكريسماس. الشوبينج والمولات والإضاءة واللي انتوا بتشوفوا في الأفلام ده هيبقى في المدن الكبيرة، وخصوصا نيويورك. وهنا في المدن الكبيرة برضه نفس القصة. وبيبقى في حاجة اسمها الكريسماس فيليج، بيعملوها كلها إضاءة ويخشوا يتفرجوا، يقضوا وقت كويس في
الكريسماس فيليج بيبقى كلها يعني زي كده، بيعملوا زي يعني مكان كده صغير، بيعملوه كله إضاءة وإضاءة متحركة وحاجة كده يعني مبهجة عشان الكريسماس. ولكن بينتهي الكريسماس أو بيجي يوم الكريسماس خلاص معظم المحلات قافلة النهاردة، يعني 90% من المحلات قافلة إلا الصيدليات، حاجات زي كده urgent كير، حاجات زي كده يعني. لكن عموما مش هتلاقي حد فاتح كتير النهاردة، خصوصا المطاعم ملهاش شغل خالص النهاردة، فبياخدوها من قصرها ويقفلوا يعني. نفس المنظر، هدوء رهيب يعني. الجو يعني يعتبر محتمل، مش برد زي كل سنة. حاجة عجيبة جدا يا جماعة. يعني هنا في مصر هتلاقي الدنيا مختلفة شوية عن كده في الاحتفال بالأعياد، بس هنا بيركزوا قوي على الزيارات العائلية خصوصا في الكريسماس. هو ده اليوم اللي لو أي حد بعيد عن أهله بيحاول يزور أهله بأي تمن في الكريسماس. شايفين ملحوظة برضو، شايفين شجرة الكريسماس تري دي طبيعي يعني، مش فيك، خضرة. وكل الأشجار التانية زي ما انتم شايفين ناشفة، انتهى يعني، طبعا انتهى موسم الصيف، الخريف الورق وقع، إلا شجرة الكريسماس دي الوحيدة اللي بتفضل أوراقها خضرة. وده يا جماعة هو السبب اللي خلاهم يعملوا شجرة الكريسماس دي كمثال للعيد، لأنهم قالوا الشجرة دي خضرة طول السنة سواء حر أو ساقعة، فهي بترمز إلى علاقة الإنسان طول السنة بالله، إنها تبقى علاقة جيدة ما بتبقاش في موسم الكريسماس بس. فعشان كده اختاروا الشجرة دي إنها تبقى رمز للكريسماس، رمز للأعياد الميلاد يعني. زي ما انتم شايفين هي الشجرة الوحيدة الخضراء. بس مفيش أي حاجة ممكن أوريها لكم أكتر من كده يعني. هدوء رهيب، ولا بني آدم ولا عربية ماشية في الشارع. حبيت أوريكم أجواء الكريسماس في المدن الصغيرة الهادئة في بنسلفانيا، بعيدا عن الصخب والحياة المزدحمة في المدن الكبيرة يعني. هنا الموضوع مختلف، عائلي أكتر. احتفال هتبقى يعني مقتصرة على العيلة أو الأصدقاء المقربين خلاص. طب هينتهي الموضوع على كده؟ ما اعتقدش انه بينتهي على كده. كل سنة لسه في الشوبينج بتاع النيو يير، هيبدأوا يعملوا شوبينج من بكرة عشان يحتفلوا برأس السنة 31/12. فهم دايما بيخترعوا مناسبات عشان تفضل العجلة شغالة. دولة رأسمالية يفضل في بيع وشراء وحركة عشان يفضل الاقتصاد بتاعهم منتعش وشغال. هي ده التكنيك بتاعهم، هو ده أسلوبهم في الحياة يعني. كل ما يخلصوا ايفنت يبدأوا في الايفنت التاني. بكرة الصبح هتروح المحلات هتلاقي النيو يير محطوط، الفاير ووركس والطوائل اللي بيحطوها دي والزمامير وهكذا. هتلاقي محطوط كل المحلات، هتلاقي الأرفف مليانة عشان يحتفلوا برأس السنة وهكذا. دي حياتهم. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.